ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بعد كل صلاة؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. 6 أنواع من الأذكار كان النبي يقولها بعد كل صلاة مكتوبة. ايه هم ال6؟ نعرفهم في عجالة سريعة. نعرفها من خلال 6 أحاديث. الحديث الأول رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3، قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يبقى دي أول حاجة، استغفر 3 مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والحديث رواه مسلم. الذكر الثاني الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة مباشرة كما في الصحيحين أنه كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله أكبر. تمام كده؟ يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تمام؟ أدي الذكر الثاني. الذكر الثالث اللي كان بيقوله بعد دبر كل صلاة أنه كان يقول كما عند أبي داود بسند صحيح اقرأوا المعوذات في دبر كل صلاة. ايه هي المعوذات؟ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. طيب الذكر اللي بعد كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. ورد فيها حديث رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. الله أكبر. يعني لو إنسان قرأ آية الكرسي دبر هذه الصلاة بعد الصلاة دي مباشرة ثم مات بعد ذلك كان هذا علامة إن شاء الله أنه يكون من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب الذكر الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، أن النبي لقي معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه فقال له والله يا معاذ إني لأحبك. يا بختك يا سيدنا معاذ، قال إني لأحبك. طب بعد الحب بقى هيعطيه بقى إيه؟ ما شاء الله، وصية محب. والله إني لا أحبك لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعض أهل العلم قال الجزء ده بالذات بيتقال بعد التشهد وقبل التسليم، وبعضهم قال بتتقال بعد الصلاة. فسواء قلناها بعد التشهد وقبل التسليم مع الأذكار التي تقال الأخرى وهي الاستعاذة بالله من 4 أشياء، من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال، وثم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو يقولها بعد الصلاة مع أذكار ما بعد الصلاة وهي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده طلب الإعانة، بتستعين بالله إن ربنا يعينك وإن ربنا يعينك على طاعة الله وعلى ذكره وعلى شكره سبحانه وتعالى. آخر ذكر كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة أنه قال كما عند مسلم خد بالك بقى، من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله، يعني قال الله أكبر وكبر الله 33 فتلك 99.
33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، فتلك 99. ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. يبقى الأذكار التي تقال بعد الصلاة مباشرة نقولها بقى كلها على بعضها كده، إن الواحد لما بيخلص صلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم تقرأ آية الكرسي، ثم تقول بعد ذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم تسبح 33، تحمد 33، تكبر 33، وتقول في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده بفضل الله الذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.